السلام عليكم. تعالوا النهارده نعمل الفراخ المشوية، هتعمليها في الفرن، هتعمليها على الفحم. في مكون سحري هقول لكم عليه في الفيديو، يا ريت تتابعوني علشان تعرفوا ايه هو المكون. هينقلها في حتة تانية خالص، هيخليكي تعتمدي الطريقة دي ومش هتعملي غيرها. أول حاجة هنجيب حبتين من الطماطم، وحبة من الفلفل الأخضر، وهنجيب 3 فصوص من الثوم، وهنحط هنا بصلاية كبيرة. هنحط المية بتاعة البصل، لو احنا فاكرين في الفيديو بتاع الكفتة المشوية عناها في الفريزر. وهنا هنحط 3 معالق كبار من الخل، وهنضربها كده في الخلاط. بعد كده هجيب البولة بتاعتي وانزل بيها بالخلطة بتاعتي. انا لسه ما حطيتش اي حاجة من التوابل. اول حاجة هحط معلقة صغيرة من الثوم البودر، ومعلقة صغيرة من البصل البودر، ومعلقة من الجنزبيل، وعلى طرف المعلقة كده قرفة. هنا المكون السحري بتاعي. المكون ده هحط حبهان وقرنفل وورق لوري وفلفل اسود، هطحنه في المطحنة كويس جدا، وهاخد منه معلقة، ومعلقة بابريكا، ومعلقة مش مليانة من الملح، والكمون والكزبرة. انا كده قلت لكم المكون السحري بتاعنا. المعلقة دي هتودي الفراخ المشوية في حتة تانية خالص. الطعم جميل جدا. ويا سلام بقى لو التتبيلة دي قعدت فيها الفراخ من بالليل للصبح، هتبقى حاجة تانية خالص. نص معلقة من الفلفل الاسود، وعصرة من الليمونة، عصرة نص ليمونة كده. هنحط معلقتين 3 كده من الزيت. الزيت هنا بيحافظ على طراوة الفراخ. كل الحاجات اللي احنا بنقولها خطوة بخطوة، يا ريت نتبع الخطوات بالظبط علشان تطلع معانا طعمها جميل وريحتها حلوة. نخلي بالنا ان انا الفراخ اصلا كنت غسلاها الاول، وحط لها بشر لها بصلة كده وحبة طماطم وملح، وحطها من امبارح بالليل في التلاجة عادي خالص، ومبيتاها فيها في الخلطة دي. هنقطع هنا الفراخ كده، هنعمل فتحات فيها بالسكينة علشان الخلطة بتاعتنا تدخل فيها كده تحت الجلد. عايزة التتبيلة تدخل في كل حتة من الفراخ زي ما انتوا شايفين كده. هعمل فتحات بسيطة كده فيها. خلصت كل الكمية هنا بتاعتي، هحطها في التتبيلة. زي ما قلت لكم، كل ما تقعد في التتبيلة كل ما طعمها هيبقى أحلى وأحلى. هدخل التتبيلة بتاعتي تحت جلد الفراخ كده. كل ما هتدخل في الفراخ كل ما طعمها هيكون أحلى. زي ما قلنا، أهم حاجة الفراخ تنقعها في البصل والملح وحبة طماطم، وتتحط قبل التتبيلة في التلاجة، وبعدين نغسلها ونعمل التتبيلة دي. اهو كده خلصنا التتبيلة بتاعتنا. هنحطها هنا في صينية. لو انا هشويها في الفرن، لو انتي هتشويها على الفحم تمام. لو انتي حابة تحطي معاها بطاطس، ممكن تقطعي 4 حبات او 5 كده من البطاطس وتخليها في الصينية من تحت. هتحطي التتبيلة كلها كده بتاعت الفراخ والفراخ كلها مع بعض. وهنا هحط التتبيلة عليها. طبعا الجماعة برضو هيسووها على الفحم. ف يعني خلاص كده، هسيبها كده في التلاجة لحد ما يعملوها على الفحم. كده الوصفة بتاعتنا خلصت، وإن شاء الله يكون عجبتكم، وإن شاء الله يكون أفدتكم. التتبيلة دي هتعتمديها على طول، طعمها جميل جدا، وبتوصل لحد آخر، يعني آخر حتة في الفراخ. بتاكليها كأنك أكلتي أول حتة. ويا سلام بقى لو غطيتيها بورق فويل وعملتيها في الفرن، هتبقى التتبيلة موجودة. هتاكليها برضو كصوص مع الرز أو مع أي حاجة تاني. طعمها جميل جدا، رهيبة، ريحتها بتجيب لآخر الشارع. لو عجبتكم الوصفة ما تنسونيش لايك وشير وسبسكرايب، ويا ريت تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.
زي ما إحنا بنقول في كل فيديو، يا ريت تكتبوا له في التعليقات وأنتم موافقين.